يسعدني أقول لكم إن بعد سنوات طوال من الإلحاح الرهيب الأليم أخيرا اتنازلت ووافقت. يوجين. ملكة جمال التيك توك بترقص بالحجاب ومهرها بالدولار، زينب إبراهيم وخطيبها البلوجر زينب إبراهيم وحكايتها مع الحجاب، وهل فعلا اشترطت على خطيبها أن يكون مهرها بالدولار؟ زينب إبراهيم اللي متصدرة الترند في التيك توك وفيديوهاتها هي الأعلى مشاهدة وبيقولوا عليها ملكة جمال التيك توك، وفيديوهاتها عدت 20 مليون مشاهدة، والكل اتفاجئ من خطوبتها واتكلم عنها وعن خطيبها ازاي اتعرفوا على بعض وامتى، وما كانش فيه أي أخبار بتقول حتى انهم مرتبطين. زينب بلوجر مشهورة على تيك توك بفيديوهاتها المضحكة، تمثيل وأغاني وبتركب بيها الترند، والجمهور كان مقسوم نصين، نص بيقول لها إن عندها قبول مش طبيعي ودمها خفيف، ونص تاني بيقول قد إيه هي متصنعة وما تطقش وبتعمل كده عشان الريتش. زينب من جمال طلتها وحضورها والكاريزما اللي عندها اتقال عنها إنها شبه الفنانة ياسمين عبد العزيز في عفويتها، وعجبها قوي التشبيه ده، ولما حد قال لها كده ردت في فيديو وقالت ده أحلى تشبيه وشرف كبير ليا ان انا اتشبه بالفنانه ياسمين عبد العزيز، وقالت كمان انها نفسها تقابلها ويحكوا مع بعض ويرغوا شويه ويعملوا تيك توك كمان. زينب ابراهيم عندها مواهب كتير، منها انها شاطره قوي في عمايل الميك اب وبتعرض للبنات حاجات جديده في الميك اب وبتعمل لهم ريفيوهات عن الميك اب اللي طالع ترند، وكل اللوكات الترندي بتحاول تعملها، وعندها موهبه التقليد وبتقلد صوت الرجاله بطريقه احترافيه جدا تسمعه وتقول ده صوت راجل بجد. وكل المهارات اللي عندها دي خلتها واحدة من أشهر البلوجرز الموجودين على تيك توك والإنستجرام كمان، وأول مرة دخلت فيها المجال ده قالت إنها جت معاها بالصدفة، دخلت كده مرة واحدة بدون ترتيب مع الأهل بشكل جيد ولا أي حاجة، ودلوقتي هي محبوبة جدا على تيك توك ومنصات تواصل اجتماعي تانية كتير، ومتابعينها بتعتبرهم زي إخواتها بالظبط، بتحكي لهم كل حاجة وهما بيردوا عليها في الكومنتات وبيحكوا لها ويتفاعلوا معاها وبيحبوها وبتحبهم، وفي مشاعر صادقة بينهم هما الاتنين ومعتبرينها صاحبة ليهم كلهم. والحاجة الوحيدة اللي ممكن تزعل في موضوع زينب إبراهيم هي بعض الانتقادات اللي طلعت بيها من ناس من اللي بيتابعوها، ففي اللي قال عنها ما يصحش تطلع ترقص بالحجاب ولا تتنطط كده، لأن الحجاب ليه مكانته واحترامه وما ينفعش يتعامل بالشكل ده نهائي، خصوصا إنها مشهورة جدا وفي بنات كتير صغيرة بيتفرجوا عليها، وممكن البنات دي لما يشوفوها بتعمل كده يقلدوها ويعملوا زيها. وبعيدا بقى عن الرقص بالحجاب والقصة دي، زينب المفروض دلوقتي بتعيش أسعد أيام حياتها مع خطيبها، وصورها وفيديوهاتها مالين السوشيال ميديا، وشفناها في فيديو تيك توك مع خطيبها وهي عاملة فيديو بتقول له أنا عاوزة المهر 11,000 يكون دولارات و7 عمارات، وده كان هزار طبعا، فيديو كوميدي بيهزروا فيه مع جمهورهم. أما عن خطيبها فهو الكابتن حسن عادل، وبرضه هو مشهور على تيك توك، هو وأخوه الحسين بيعملوا فيديوهات كوميدية وقت التمرين وتحديات، وبيجيب لهم هدايا وأكل وشوكولاتة لما يتمرنوا كويس، وبيمرن أطفال وكبار وبنات وولاد، وليه جمهوره اللي بيحبه، وكانوا فرحانين ليه قوي، وفي ناس كانت بتبارك بكل فرحه، وناس بتقول انهم مش لاقيين على بعض هو وزينب. وظهر الحسين في فيديو مع الحسن وهو بيقول انا غيران عليه انه هيسيبه ويمشي ويروح ويتجوز، وانا بحاول ابين اني مبسوط عشان ما بقاش اصفر. وظهر في فيديو مع زينب وهو بيقول لها ها حفظتي الشروط اللي قلناها؟ قالت له مش هسلم على حد ولا ههزر مع حد، وواضح كده ان الحسين بيغير على زينب قوي، ومش عارفين بقى هيسيبها تكمل في السوشيال ولا لا. ولما الناس قالت لهم مبروك الخطوبه قال لهم دي بس لسه قرايه فاتحه، لكن الخطوبه لسه شويه عليها. في الاخر انتوا ايه رايكم في زينب؟ شايفين انها عفويه فعلا ودمها خفيف ولا بتتصنع عشان الترند؟